اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره من قناه اميره في بيت. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس، تكتبي تعليق حلو منك. النهارده انا جبت مشترياتي لشهر رمضان ان شاء الله، تفريزات كده للحوم والفراخ اللي انا هحتاجها ان شاء الله يعني، ومحتاجش غيرها، مش هجيب غيرها يعني ان شاء الله. يلا بينا بقى نخش على الفيديو ونشوف احنا عملنا ازاي. يلا بينا. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي ونقول بسم الله كده. عشان ربنا يسهل لنا الامور. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده كان متعب جدا، هو تنظيفات وكده فكان متعب، وقفت كتير في المطبخ. بصي بسم الله كده نبدأ. انا طبعا متعوده ان احنا قبل ما اقف على الرخامه يبقى افرش حاجه عشان فيها زفر وفيها فراخ ولحمه وكده، فعشان الرخامه ما تتزفرش مني كده كده هصبنها، بس برضك دي هتحوش شويه. فانا فرشت المفرش بتاع السفره البلاستيك ده، وعشان يبقى سهل معايا نبدأ بسم الله. انا جبت بقى ده كيلو كبده بلدي. الكيلو الكبده البلدي ده كان ب160 جنيه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم والله انا عندي حد بيبيع اللحمه البلدي ب150 والكبده ب160، عشان انا بقول لاصحابي مش مصدقين. ماشي. فانا جبت كيلو كبده وكيلو بانيه. كيلو البانيه ده كان ب160 برضك. وجبت كيلو لحمه الموزه. كيلو لحمه عاديه اللي هي صحيحه دي بتاعه الطبيخ، دي كانت برضك ب150. يعني الكبده 160 والبانيه 160. اللحمه المفرومه واللحمه بتاعه الطبيخ دي ب150. ماشي. نبدا بس واحده واحده كده. انا بصراحه لما لقيت الكبده ب160، انا بجيب الفرخه دلوقتي في الايام دي ب150 145، فمش فرق كتير، هي ودي اسمها كبده برضك مفيده وولادنا بيحتاجوها يعني. نفسنا بتروح لها كده كبده بلدي. فقلت خلاص نغير، بدل ما اجيب الفرخه نجيب مطرحه كبده. ماشي. ونفضي بقى الحاجه اللحوم كده هركنها شويه لغايه لما عشان الفراخ هتاخد معايا وقت. فانا هركن اللحوم شويه واخش بقى في الفراخ. كيلو البانيه ده انا جبته متقطع كده، بس هنديله بقى شطفه والكلام ده. ماشي. وهنشوف تاني ايه اللي معانا في الشنط. ومعايا شيش طاووق ودبابيس. بصراحه كان ممكن اجيب فراخ كبير وصفح. عارفين انتوا الصفح اللي هي بقيه الورك بيتقسم لدبوس، ودي اسمها صفحه. انا لسه عارفه اسمها قريب، دي اسمها صفحه. ماشي. انا كان ممكن والله اجيب فراخ كبيره واقسمها واعملها، بس بصراحه انا كنت جايه من الشغل تعبانه، فجبت الحاجات من عند حد، بس حد مضمون يعني وكويس. فجبت من عنده الحاجات متقطعه ومنقياها بايدي وكده يعني، سهلت على نفسي. لقيت عنده بقى الفراخ اللي انا كنت ماسكاها دي، كانت الواحده ب90 جنيه. هوريها لكم تاني. وجبت كيلو اجنحه. بصوا بقى، دي الفراخ اللي انا قلت لكم عليها دي كانت الواحده ب90 جنيه. هي مش بالوزن يعني، هي كده عنده في القفص الواحده ب90 جنيه. وعنده ب80 وعنده ب70. انا جبت ام 90 عشان كبيره شويه. بصراحه كانت شكلها كبير قبل ما تتذبح، لما اتذبحت بقت عامله زي مش عارفه، هي حلوه، بس انا كنت متخيله ان هي هقطعها على 4 قطع كده تبقى كويسه على عددنا. لا، انا لقيتها صغيره فقلت هقطعها نصين بس، كل واحد ياخد نص كده. او نشويها بس تبقى حلوه. فانا قطعت الثلاث فرخات دول. بص، قطعتها ازاي يعني؟ قسمتها من عند، مش من الصدر، من عند تحت كده او بالمقص، وهتفتح معاكي على طول. هنقسمها كده بالطول. خلاص هنشوف بقى التانية برضك هنعملها ازاي. انا بقطع بس الرقبة عشان طويلة كده. ممكن تحشيها برضك تبقى حلوة جدا في الحشو، تبقى لحمتها مسكرة. ما تقلقيش، ما دام انت حد مضمون وانت عارفة بتجيبيه منه، هتلاقي الفراخ اللي هي بالواحدة دي حلوة مش وحشة يعني. خلاص قسمناها بقى بالطول. دي بقى ممكن نعملها بقى مشوية زي ما قلت لكم، نعملها في صينية بطاطس، تقطعيها قطع صغيرة تعمليها كنتاكي، فزي ما انت ما هتحبي. المهم هنقطعها بقى ونغسلها غسلة حلوة جدا، اي تجمعات دموية نشيلها طبعا. وهنقعها بقى في طبق فيه ملح وخل وليمون. وهحط شوية دقيق، يعني انا الفراخ بحب احط لها دقيق. لكن البانيه لا، مش هحط للبانيه دقيق، او مش هحط للشيش طاووق لا، مش هحط له دقيق يعني. حاجات هحط لها دقيق وحاجات لا. خلاص. وننقعها بقى في الميه دي نسيبها ساعة. وطبعا انا غسلت بقى الحاجات التانية مع لوحدي كده. فصلت الفيديو، غسلت دي الاجنحة غسلتها، وحطيت بردك ملح وليمون وخل وشيش طاووق اهو، والصفح اللي انا قلت عليها، وكبد القوانص والبانيه. الكبد والقوانص انا طبعا الفراخ دي جايباها 3 فرخات، طلعت لي كبد وقوانص، فجبت عليهم نص كيلو بس كمان، وهجمعهم في طبق هيعمل لي وجبة. خلاص. نقعناهم حلو جدا، غسلناها ونقعناها لمدة ساعة وصفيناها حلو جدا، صفي الحاجة حلو قوي. فانا في الفترة وهي منقوعة بشرت يجي نص كيلو بصل كده،
بشرته بالمبشره ودعكته بحبه ملح وفلفل اسود بس. بصوا بقى، انا مش النهارده مش هعمل تتبيلات لاي حاجه، يعني مش هعمل تتبيله للبانيه، مش هعمل للشيش طاووق. ليه؟ لان لما هنزلها هنعملها لوحديها، يعني هنعمل حاجه لوحديها في فيديو لوحده هيبقى احسن وهنفهمه واحده واحده. لكن انا دلوقتي لما اتبل كله مع بعضه حسيت ان الفيديو هيبقى كتير، هيطول وهيبقى كله داخل على بعضه، هيبقى فيه عك كتير. فانا قلت لا، انا هتبله تتبيله بشكل عام تنفع لكل الاصناف، اللي هو الملح وفلفل اسود وبصله. ده ينفع لكل الوصفات اللي احنا هنعملها. ولما ننزلها واحنا بنعمل بقى كل حاجه لوحدها في اي فيديو هنعملها التتبيله بتاعتها الخاصه بيها. ماشي. فانا بقى بمسك الحاجات اللي عندي، مسكت الشيش طاووق ومسكت السفح والحاجات دي، دلوقتي الكبد والقوانص حطيتها في طبق وحط عليها حته بصله بالملح والفلفل ودعكها. كله عملته بنفس الطريقه، وارصهم بقى في الطبق الفل، في كيس بلاستيك، في شنطه المتاحه عندك. ماشي. فانا عايزه اقول لكم برضك ان انت مش شرط تجيبي نفس الكميه دي، احنا يعني عارفين ان الحاجه كلها غاليه، فهاتي بمقدرتك وحسب ظروفك انت. وممكن مش دلوقتي، يعني ممكن تشوفي بس الفيديو وتاخدي فكره، ولما ربنا ييسرها تجيبي وتعملي برضك وتسهلي على نفسك. خلاص، خدت الاجنحه برضك وحطيت عليها برضك حته بصله بالملح والفلفل وقلبتها فيها. انا عايزه اقول لكم ان البصله بالملح والفلفل هتخلي لك الفراخ مسكره كده وحلوه، هتقعد فيها بقى زي ما تقعد وما تقلقيش، مش هتاثر عليها في اي حاجه، وهتبقى حلوه جدا. انا لقيت الكيلو الاجنحه كان ساعتها كان ب75، فانا مش انا لقيتها كبيره كتير برضك في الطبق على وجبه واحده كتيره، فانا خدت 8 في طبق، على احنا كل واحد، احنا 4 كل واحد 2، وخدت الباقي في طبق تاني. يعني انت بصي بتقسمي الطبق على حسب عددكم انتوا. ولما يبقى عندك ممكن حته قطعه بانيه في اليوم، جناحين كده، ده مش قليل، واحسن ما يبقى مفيش خالص، وفي نفس الوقت يبقى عندك كل يوم حاجه كده تغيير. اخدت البانيه برضك بنفس التتبيله، البصله بالملح والفلفل الاسود، وهنقلبه فيه تقليبه كده. ونبدا بقى نقسم الكيلو بانيه بتاعنا او اللي انت جايباه تقسميه على عددكم. انا حطيت في كل طبق اهو، طلع لي 3 اطباق، كل طبق فيه 5 قطع، 5 قطع كبيره. حبة رز بشعرية، كل واحد قطعة بانيه، مكرونة. فبصدقيني الحاجات دي بصراحة يعني بتنجز معانا جدا. انا عارفة ان الحاجة غالية، فانت ممكن تجيبي يعني النهاردة هاتي فرخة، فوتي كام يوم كده هاتي ربع بانيه، كل الحاجات دي هاتي حاجة واشطفيها شطفة وحطيها في الفريزر، اشطفي وحطيها في الفريزر لغاية لما تبقى عندك كمية، ونزليها تبليها واعمليها براحتك. دي بقى الدبابيس اللي انا قلت لكم عليها، انا جبت 4 وراك من عنده، وخدت الدبابيس وقلت له اعمل لي بقيتها، اعملها لي شيش طاووق، وخدت منه العظم اللي طلع منها عشان اعمل بيه شوربه. خلاص، تبلنا بردك الدبابيس، ال4 دبابيس دي بقى انا هعملها كنتاكي الدبابيس دي. ونيجي بقى على اخر حاجه، دي الفراخ بقى اللي انا مقطعاها للصوص. هنتبلها بردك، هنحط بقى في كل طبق 3 تنصوص، يعني هنعرف نقسمها يعني كل طبق 3 تنصوص كده هتبقى كويسه. يعني انا كان ممكن اسيبها سليمه عشان احشيها، بس انا قلت لا، اخليها كده نشويها احسن، تبقى حلوه. خلاص، بردك تبلناها بالملح والفلفل والبصله. ممكن نعملها بردك على مندي، على رز مندي كده من فوقيها، يبقى حلو بردك. ده العظم بقى اللي انا قلت لكم خدته منه، اللي طلع من الشيش طاووق. في على فكره في لحم وفي حاجات، فانا خدته عشان بردك اعمل عليه شوربه، لو انا ما عنديش شوربه هستخدمه في الشوربه. بردك هعمل بيه نفس اللي انا عملته. طب نزلته في البصله بردك، مع بقى الرقب ومع الحاجات. ماشي. خلاص، خلصنا اللحوم، غسلت ايدي وغيرت البلانشة اللي عندي، بصوا كل حاجه عشان دي لحوم ودي فراخ انا بقلق برضك من الحاجات دي. خلاص، قسمت بقى، ده الكيس اللحمه فيه نص كيلو، فانا قسمت النص على ربعين. طبيعي. بصوا انا في الغلا او مش في الغلا، انا بعمل صينيه المكرونه بربع كيلو مفروم، حلو جدا اهو، احسن من ما فيش. يعني هي حلوه، بدل ما اروح اكلف صينيه مكرونه نص كيلو واجي اعملها تاني ابقى مش عايزه اعملها، لا بشيلها همها. لا، انت ربع كيلو مفروم هيعمل لك صينيه مكرونه، صينيه جلاش حلوه رقاق. ده المفروم ده كنت جايباه زي ما قلت لكم ب150 جنيه، المفروم ب150.
الفراخ كنت جايباها الوراك كانت ب95 جنيه الكيلو، انا جايباهم يعني النهارده بنفس في يوم النهارده حالا، انا جايبه الوراك دي حالا النهارده ب95 جنيه. الفراخ جايباها امبارح، اللي هي الفراخ الصغيره دي جايباها امبارح، يعني امبارح والنهارده جبت حاجه في حاجه كده. ده الكيلو اللحمه الموزه كانت ب150 جنيه. انا جبتها يا دوب شطفتها شطفه بسيطه وقطعتها بقى، هي كانت متقطعه بس ايه يعني فصلتها عن بعضيها. الكيلو ده انا عملته في طبق واحد، بحيث ان انا ممكن تقعد عندي يومين في التلاجة، يعني مش هتعمل يعني عادي احطها في طبيخ. وكان معايا حته دهنه شلتها على جنب بقى اعمل بيها طبيخ برضه. خلاص اخر حاجه بقى معانا الكبده انا مش هطول فيها عشان عارفه في ناس ما بتحبش شكل الكبده، معلش. فانا بس نقطعها مع بعض الشرايح كده، عايز اقطعها مكعبات، انا بحب اقطعها شرايح كبيره كده. ماشي، زي ما قلت لكم هي نفس سعر الفرخه دلوقتي، كله بقى محصل بعضه، فيعني بنغير بقى. خلاص خلصنا، نبدأ بقى نوريكم حاجة حاجة. ده الدبابيس، 4 دبابيس متبلاهم بردك بالبصل. دي 3 تنصاص فراخ، الفرخة كانت ب90 جنيه، والدبابيس دي كانت وراك ب95. ماشي هنمشي واحدة واحدة. خلاص بسم الله. وده البانيه كان ب160 جنيه، جبت كيلو بانيه عمل لي 3 اطباق، كل طبق فيه 5 قطع. مش انت شاطره طبعا، هتبقى اشطر مني، هتجيبي حاجات ممكن تجيبيها ارخص من كده، ممكن توفري تقطعي البانيه ارفع من كده. بس انا كنت جايه من الشغل مستعجله. دي اجنحه كانت ب70 جنيه، جبت كيلو او كيلو وزياده، يعني كيلو وزياده حاجات بسيطه. قسمته على طبقين. واللي جنب الجنيحه ده الشيش طاووق، 4 قطع برضه على الشيش طاووق. انا جايبه وراك زي ما قلت لكم، قسمتها، خدت الدبابيس وخدت بقيه الورك عملهولي شيش طاووق. هنبقى نقطعه بقى ونتبله مع بعض في فيديو لوحده. دي اللي انا ماسكاها دي الصفح، اللي هي برضك الشيش طاووق بس سليمه بقى بالعظم وبكله. الصفحه دي حلوه جدا، يعني انا بحبها في كده في صينيه بطاطس، جنب محشي حلو، يعني اصل الورك بيبقى كبير، فالصفح دي بتبقى حلوه كده، حجمها حلو. خلاص وجنب الصفح هنا كانت برضك بقيه الفراخ الانصاص. ده طبق فيه كبد وقوانص، انا كنت جايبه الكبد والقوانص النهارده جايبه نص كيلو، وهي كانت ب80، لا كانت ب90 او ب92، جبت نص كيلو بس على اللي كان عندي عمل لي طبق. خلاص وده اللي كان عندي، يعني ال3 فرخات طلعوا لي 3 كبدات و3 قناصات، فحطيتها عليهم. وده الكيس اللي فيه العظم اللي احنا طلعناه بقى من الحاجات والرقب، تبلته برضك وحطيتهم في كيسين بحيث انهم يعملوا لي شوربه لما انا ابقى محتاجه. خلاص دول 4 اطباق لحمه مفرومه. يعني ان شاء الله مش هحتاجهم، مش هجيب اكتر منهم في رمضان، يعني انا هحاول امشي نفسي بالحاجات اللي انا جايباها دي. دي برضك دي بقى الكبده اللي قطعناها، انا فصلت الكبده لوحديها في طبق. وطبيعي وبيحط لك قلب وكلاوي، ما بيشدني كيلو الكبده كبده صافي، فانا حطيت قلب وكلاوي في طبق والكبده لوحديها، عشان لما اجي اعمل ده الاول، الكلاوي والكبده، الكلاوي والقلب الاول عشان بياخد سوا بس. ودي اللحمه الموزه برضك حطيتها في طبق وخلاص. هنبدا بقى نكيسهم. عندك كيس بلاستيك، كيس تلاجة، عندك ستريتش رول اللي انت هترتاحي فيه واللي متاح عندك. ممكن من غير اطباق برضك تحطيه من جوه الكيس وتلفيه وتحطيه، اللي موجود عندك واللي متاح. انا عايزه اقول لكم برضه التوضيبات دي، التفريزات دي حلوه جدا لو انت بتشتغلي زي كده، بتيجي من الشغل مطحونه تعبانه، بصراحه بتسهل عليا جدا يعني مش شرط تعملي نفس الفيديو، مش تعملي نفس الكميه وكده، انت بس خدي فكره وربنا ييسرها ان شاء الله وتجيبي وتعملي باذن الله. يا رب الفيديو يكون بسيط عليكم، وتكوني استفدتي منه باي حاجه كده بسيطه، وتكوني اتشجعتي بقى، تشجعي كده، انزلي هاتي حاجه بسيطه كده وشيليها في التلاجة. ماشي. يا رب متنسوش في اللايك والشير وسبسكرايب. السلام.